مساء الخير شباب تانية اعدادي وتالتة اعدادي. احنا النهاردة عندنا اليونت الاولاني في الترم الاولاني ايم هاي 3. احنا هندرس اليونت بالشكل ده. هناخد القراءة الاول، ده كتاب المدرسة بالمناسبة، الستودنت بوك. احنا الاول هندرس الفوكابلري، هنقرا الاول التكست، وبعد كده هناخد الفوكابلري والاكسبريشنز، وبعد كده هنقراهم كويس ونترجم كل باراجراف هنقراه، وبعد كده هنعمل اسئله على كل الفوكابلري بتاعت اليونت، وبعد كده هنخش في الجرامر، وبعد كده هنشرحها كويس جدا، وبعد كده نعمل اكسرسايز على الجرامر، وفي النهايه خالص هنعمل اكسرسايز على كل اليونت، سواء vocabulary, expressions, idiom, prepositions او grammar. يعني هنغطيها كلها. اليونت الاولاني اسمها on camera somebody is watching you. ودي فيها reading كويس قوي، فاحنا محتاجين نبتدي الاول بالريدنج. يونت 1 وده نفس الكتاب اللي هيبقى معاك بالظبط، حاول تجيبه وتتابع معايا. احنا هناخد باراجراف. في البدايه هو العنوان بيقول somebody is watching you، في حد بيراقبك. ده موجود في شوارع كتير قوي، الكاميرا دي موجوده في شوارع كتير قوي في امريكا ولندن بالتحديد، ودي كانت في 1953 بدايتها. فيلا بينا نبتدي. هنقرا باراجراف ونبتدي نعمل ترانسليت، نترجم بالعربي كل المعاني دي كلها. حاول بس تركز على الفوكابلري اللي موجوده، اللي معموله بالهايلايت، لان دي هنحتاجها بعد ما نخلص ان شاء الله. على طول بسرعه. CCTV cameras were initially developed as a means of security for banks. In Britain, they first appeared in 1953, and by 1960s they were already a few cameras in major streets in London. يعني الكلام ده كله بيقول ان الكاميرات اللي هي CCTV كاميرا دي بدايتها initially، دي معناها في البداية، اتطورت developed يعني اتطورت as a means of security، كوسيلة من وسائل الحماية للبنوك. يعني الكلام الأول كان للبنوك، وبعد كده في بريطانيا ظهرت في أول مرة في 1953 زي ما قلت لك في الأول، وفي بحلول 1600 they were already a few camera، كان في كاميرات في الشوارع الرئيسية اللي موجودة في لندن، كنوع من أنواع المراقبة للناس والأفعال بتاعتهم. Today they are more than 4 million CCTV cameras across the country, and that's one camera for every 14 people. The cameras are there to film a dangerous or illegal behavior. With the new software, they can automatically recognize the faces of the known offenders. And a new kind of CCTV in the Netherlands can detect angry voices and automatically warn the police of trouble. يعني الكلام ده كله هو بيقول ان الكاميرات ابتدت تتطور، واتطورت الاول كانت في البنوك، وبعد كده بدأت تبقى موجودة في الشوارع الرئيسية اللي موجودة في لندن. بعد كده بعد فترة بدأ يبقى فيه 4 مليون كاميرا حوالين المدن كلها أو المدينة كلها، وبعد كده بقي فيه كاميرا لكل 14 شخص. والكاميرات دي بتصور الحاجات الخطرة أو التصرف اللي بنسميها illegal behavior. illegal يعني غير قانوني أو غير شرعي، behavior اللي هو السلوك على بعض، الاكسبريشن اسمه illegal behavior أو السلوك غير الشرعي أو غير القانوني. وكمان السوفت وير اللي نزل الجديد بقى اوتوماتيك، يعني من غير احنا ما نتدخل. recognize معناها يحدد، معناها يعرف لوحده، يستنبط الاشكال او المنظر بتاع الوجوه بتاع الجناه المعروفين. يعني مثلا لو في حد مشبوه فيه او عنده شبهة او عمل جريمة قبل كده وخرج، فده بنسميه known offenders او بنسميهم الجناه المعروفين. تمام. وبعدين a new kind of CCTV in the Netherlands. في النذرلاند برضو في سوفت وير نزل جديد للكاميرات، تقدر تحدد الاصوات الانجري فويسز لو في خناقه او حاجه، وده بيحذر على طول البوليس ان هو يخلي باله ان هنا على فكره في المنطقه دي في خناقه او حاجه زي كده. Some CCTV cameras can even interact with the people they are watching. يعني الكلام ده هقولها بسرعه تاني. Some CCTV camera can even interact with the people they are watching. يعني ايه؟ يعني interact معناها يتفاعل، يعني الكاميرات بتتفاعل مع الناس في الشارع. But these cameras
don't just watch criminals. بس خلي بالك ان الكاميرات مش بس هي بتحدد او بتراقب المجرمين. they watch all of us. هي بتشوفنا كلنا مش بس المجرمين. almost all of the time، يعني تقريبا طول الوقت. فنقرا الحته دي على بعض. Some CCTV cameras can even interact with the people they are watching, but these cameras don't just watch criminals, they watch all of us almost all of the time. Even time we go into shop, use a cash machine, or travel on a public transport, a camera records our reactions. حتى وانت بتروح المحلات عشان تشتري حاجة بتتعامل مع المكنة اللي هي ال ATM، برضه هو بيراقبك، وكمان بيراقبك في المواصلات العامة، بيراقبك وبيراقب تصرفاتك طول الوقت. يبقى احنا كده خلصنا تقريبا بارت A. نخش دلوقتي على بارت B. يا ريت تكون معايا في الفوكاب الموجودة. initially, illegal, offenders, warn, interact, cash machine. كل دي كلمات احنا عرفنا معانيها فوق. The amount of civilians in towns and cities across Britain is increasing because it's sought to deter crime. Some goods in shops now have RFID tags, radio frequency identification tags. يعني الكلام ده كله يعني الأول كلمة surveillance. هنخش دلوقتي على number B الجزء الثاني. The amount of civilians in towns and cities across Britain is increasing because it's sought to deter crime. And some goods in shops now have RFID tags, radio frequency identification tags, attached to them. يعني الكلام ده كله بيقول يعني الأول كلمة civilians. civilians معناها مراقبة أو مراقب. فبيقول لك ان the amount، على فكره انا بقول the مش ذا علشان عندي amount start with a sound, so definitely هتبقى the مش ذا. اوكي. بيقول ان عدد المراقبين او اللي بيتراقبوا في المدن والسيتيز في بريطانيا بيزيد علشان يحدد او نعرف نحدد deter. كلمه deter يعني يحدد، زي كلمة recognize قريبة منها شوية. نقدر نحدد الكرايم، الجريمة من قبل ما تحصل يعني. and some goods in shops now، بعض المحلات، في بعض المحلات البضائع اللي جوه المحلات فيها RFID radio frequency identification tags، عبارة عن يعني يا ريت تعملوا عليها سيرش. بيبقى فيها زي tag identifications، بيبقى لازق في زي فكره الباركود اللي موجوده في المنتجات عندنا. لما انت بتاخد المنتج من على الرف، او when you pick up one of these items، لما بتاخد واحده من على الرف، ال RFID tags دي او ال frequency identification tags بتعرف انك انت خدت بضاعه من على الرف. فايه اللي بيحصل بقى؟ في connections ما بين ال CCTV كاميرا اللي هي الكاميرا الرئيسيه اللي موجوده وال RFID. اول انت ما تسحب على طول البضاعه اللي موجوده على الرف، يبعت اشاره يقول اني انا اتخذت او المكان بقي فاضي، فيبتدي الكاميرا تبص على المكان اللي انت واقف فيه، هل انت شخص هتدفع ولا شخص من الكريمنالز. اوكي. بيسموهم شوب ليفترز، اللي هم اللي بيسرقوا المحلات، هم اللي بيعملوا سطوه على المحلات، اسمهم شوب ليفترز. اوكي. فنخش تاني، بيقول لك نقراها تاني. attached to them when you pick up، لما بتلتقط one of these items or RFID tags send a radio message، بتبعت رسالة راديو to a CCTV camera للكاميرا الرئيسية and the camera starts filming، وتبتدي تصورك انت بتعمل ايه، خدت المنتج من على الرف وبعدين بتعمل ايه. shop says، المحلات بتقول that this technology helps to catch shoplifters، بتبقى بتساعدنا كويس قوي ان احنا ناخد او نمسك اللي بيعملوا سطو او المجرمين، او ممكن تقول اللي بيسرقوا المحلات، but only by treating everybody as a potential criminal. لكن هي بتبتدي كمان تعامل كل شخص، مش بس المجرمين المحتملين، لا ده بتعامل كل شخص كأنه مجرم محتمل الى ان ايه يدفع الفلوس. اوكي. part 3 او الجزء الاخراني اللي هو number C في الصفحة، وده اخر paragraph. خلي بالك معايا، احنا عندنا highlighter vocabulary،
surveillance اللي هو المراقب أو متراقب. deter يحدد. tag كلمة shoplifters احنا خدناها معناها المجرمين أو الناس اللي هم بيسرقوا المحلات. potential criminal على بعض معناها مجرم محتمل. Number C. Cameras and tags are not only the way of monitoring our actions. بيقول ان الكاميرا and tags اللي هي ال RIFD كاميرا اوكي او اللي هي الراديو فريكوانسي identification tags دي مش بس ده الطرق الوحيده بتاعت المراقبه. لا يبقى نقول تاني camera and tags are not only ways of monitoring our actions. Every time you take or receive a call on your mobile phone, the mobile company knows the number of the phone you are calling and how long the call lasts. It's even possible to work out your exact locations, and the police often use these informations when they are investigating serious crimes. يعني الكلام ده بيقول لك اني مش بس الكاميرا ولا ال RFID tags هي الوحيدة المونيتورنج اللي هي بتراقب. احنا عندنا كذا كلمة معناها بتراقب. كلمة monitoring معناها بتراقب. كلمة حد فاكر؟ surveillance معناها بتراقب برضه او مراقب. مش هي الطريقة الوحيدة. بيقول لك انك انت لما بتتكلم في التليفون الكامباني فون او الفون كامباني اللي هي زي موبينيل او اتصالات او وي كل دي بتعرف الرقم اللي اتصل بيك وبتعرف كمان المدة اللي انت خدتها في المكالمة. حتى ممكن يورك اوت. يعني work out it's even حاول تخمن المعنى. it's even possible to work out your exact location. لو انت خمنتها صح يبقى برافو عليك. work out يعني تحدد ودي تعتبر من ال prepositions. يبقى تاني احنا عندنا monitoring we work out your exact location اللوكيشن بتاعك المحدد هتعرف تحدده. كمان البوليس بيستخدم these information المعلومات دي لما بيعملوا investigating يعني تحقيقات. بيعملوا تحقيق في جريمة خطرة اللي هي investigating a serious crime اللي هي أو crimes اللي هي الجرائم الخطيرة أو تحقيقات في الجرائم الخطيرة. كده أنا خلصت A و B و C. أوكي حاول تاخد ريست وتراجع الكلمات الموجودة علشان هنكمل الكولوم اللي بعد كده اللي هو C اللي هو D و E.